تهدوا شويه عشان خاطر بس لسه الاشكال الغريبه دي موجوده محاصره المنطقه، فلو هتروح ده دمنا، ده دمنا اللي مبارك بيساويه بالكرسي، ده دمنا اللي هان على مبارك اللي صعبان عليهم انه اتذل. احنا بقالنا دلوقتي يومين بنناضل وبنضرب، والناس في البيوت عماله تقول لنا ارجعوا يا اولاد، هيعملوا فيكم يا اولاد، حرام عليكم يا اولاد، خربتوا البلد يا اولاد، سويتوا. احنا هو اللي بيضرب ده يا جماعه اللي متحاصر ولا المحاصر؟ مين اللي محتاج انه يضرب؟ احنا اللي متحاصرين يا جماعه. للاسف اللي بيتكلم في البيوت مش هاين عليه انه ينزل يبص علينا بصه ويهرب، مش هاين عليه يبعت لنا بق بق. شايفين ان احنا اللي خربنا البلد، احنا اللي خربنا البلد. امال قطاع الطرق اللي بره دول ايه؟ بيتي في عابدين وما كنتش اقدر اروح عابدين لان اهلي بيدعوا عليا، لان اهلي مش فاهمين، شايفين ان احنا بنخرب البلد. من الدوله كان جهاز بيحمينا وفجاه اتحول لجهاز بيحمي نفسه. ده مش هيشيلوا على ايدينا، مضروب برصاص الغدر بقناصه لونها نور لونه اخضر في جنبه اليمين. الساعه 3 الفجر على الكوبري ده. الحكومه الحضن اللي مطلع ناس من السجون عشان تيجي تموتنا، واحنا واقفين معاهم بطوب وهم معاهم اسلحه. جابوا الاسلحه منين؟ اكيد من حضن، وحضن هو مديهم فلوس عشان يجي يعملوا معانا كده، عشان نسيب الميدان ونمشي. بس ده على جثثنا. انا كنت واقف مع الناس نحدف طوب على الناس، لقينا القناصه طالعه فوق بتزغل عينينا بالنور الاخضر، وبعد كده بتضرب علينا نار. انا رجلي وايدي وعيني بسبب القناصه. حوالي 20,000 طالبوا معانا من جميع الجهات، يعني اصل العين طلعناهم مش هناك، دخلوا علينا بحصنه وسيوف، خدنا الاحلام بتاعتهم. كنت مبيت من امبارح وبدأنا لقينا في شخصيات منجسة من وسط الحزب الوطني، شباب ناس من الشرطة بيحاولوا ان هم يبدلوا فكر الناس اللي هنا، يغيروا لهم دماغهم. وبعدين لغاية الموضوع ده لغاية الساعة 8 واحنا بنتحرك في وسطهم ومأمنين الأماكن لغاية حوالي الساعة 8:30 9 بدأ يحصل هجوم من بعض المداخل بتاعة الميدان. احنا عندنا 9 مداخل للميدان. الهجوم كان من الناحية من المدخل اللي هو هنا عبد المنعم رياض ناحية المتحف، دخل 4 خيول وجمل، وعليهم ناس طبعا بمطار وسنج وسيوف، واحنا الحمد لله مسكناهم وسلمناهم للجيش. برضه نفس النظام من ناحية القصر العيني، ناس برضه ناس اتعورت واصيبت جامد. مسكنا احنا ميدان عبد المنعم رياض وهم بقوا فوق الكوبري 6 اكتوبر ومن تحتيه. بعد فتره برضه يعني حوالي الساعه 3 كده 3 الصبح الفجر يعني طلعنا احنا على الكوبري وبقينا متحكمين في المكان تماما. في الساعه حوالي الساعه 4:30 تقريبا وانا واقف على المتاريس اللي في المقدمه، سامعين ضرب نار، تبادل ضرب نار من الجيش عشان يهدي الوضع في السماء، وضرب نار تاني مش عارفين مصدرها. الى ان لقيت رصاصه جت لواحد من هنا وعدت الناحيه الثانيه. ده انا اللي شفت بعينيا، يعني شايفه بعينيا. احنا لحد دلوقتي احنا عندنا 2000 مصاب، اخر 3 ساعات بس في 5 اصابات، في ناس 5 شهداء ماتوا باصابات مباشره من رصاص قناصه، 2 في الراس، واحده في الرقبه، وواحده في المعده، وواحده في بطن من الاسد. الحمد لله. انا بشتغل في لبنان بقالي 5 سنين، وجيت كنت ناوي اجي يوم الجمعه عشان بعد القلق اللي حصل ده كله ما عرفتش اجي. جيت الصبح لان اجلوا الطياره، جيت عشان بس اتبرع بالدم، ما كنتش عارفه الوضع هنا. وبعدين عديت على المظاهرات لقيتهم عاملين وحده صحيه اوريدي شغالين من يوم الجمعه، اللي كان من اليوم اللي قبله. طوعت معاهم من يوم السبت تقريبا، روحت البيت من يوم الاحد الصبح 3 ساعات ورجعت تاني لحد دلوقتي. لا اله الا الله، حسن مبارك عدو الله.